دراعاتي مضايقاني انا يا دكتور، بس انا مش تخينه. خد بالك وخدي بالك ان في فرق بين انقاص الوزن وتحسين الشكل. لما تبقى في دهون موجوده في منطقه معينه مضايقاكي، يبقى ساعتها احنا مش بنقول يلا دايت، احنا ساعتها بنقول عايزين نحسن الشكل ونحسن المشكله اللي مضايقاكي. بنعمل ايه؟ بنستخدم طريقه من اتنين، بنحددها ازاي بعد لما نعمل الانبادي. ايه هم الطرق اللي ممكن نستخدمها في علاج المشكله لما تبقى الدهون موجوده في مكان محدد وهو ده المكان اللي مضايقك؟ يا بنستخدم اجهزه تفتيت الدهون الموضعيه، يا بنستخدم الحقن الموضعي. بنحدد انهي طريقه هنستخدمها ازاي بعد لما اعمل الانبادي واشوف كام كمية الدهون اللي موجودة في المنطقة اللي مضايقاكي ديت. ساعتها بنقدر نحدد البلان. اهم حاجة لو هنستخدم الحقن الموضعي لازم تتأكدي ان المادة اللي بتتحقن ديت معترف بيها دوليا وواخدة FDA approve. كل الصحة والعافية ليك. ما تستنيش كتير، الموضوع بسيط. كلمينا في مراكز الكارما وهنعرف نوصل لشكل الجسم اللي يناسبك.